عادي. ربنا يخليك، تسلم. ليه ما لهاش لازمه العيد ولا ليها لازمه المضايقه؟ طب ايه اللي مخلي ما شاء الله بنوته زي القمر زيك تقف في المكان ده الوحيده في الوقت ده؟ انا كنت قاعده في الكافيه اللي هنا ده وكنت طالبه اوبر عشان اروح، بس واقفه مخنوقه شويه يعني مجال شغلي خانقني شويه. تخلي وشك هنا معانا معلش. ممكن افهم ايه اللي مضايقك؟ يعني مجال شغلك في ايه؟ يعني في الافلام؟ ايوه، يعني مجال شغلي في الافلام وكده. حاسه ان انا مخنوقه، الناس كلها بتشوف داليا سليم دي اللي هي عايشه في مستوى حلو قوي والحياه حلوه واللي احنا في راحه نفسيه وكل حاجه، بس انا عاوزه اقول لك اللي حياتنا كلها على السوشيال ميديا تعب انا واحد من الناس، اقسم بالله انا حاسس ان انا هيجيلي جلطه من السوشيال ميديا، من الكومنتات، ما عدتش عارف الناس بتحبني ولا بتكرهني. عايزه اقول لك ظاهر نفسيتك. انا اسمي اسامه الحداد. بصي يا اسامه، ظاهر نفسيتك تعبانه جدا من السوشيال ميديا. انا نفسيتي تعبت جدا، مع ان عايزه اقول لك اللي في ناس كتير قوي بتحبني جدا وكل حاجه، بس في حاجه يعني الكومنتات سلبيه جدا. في ناس بتكتب كومنتات اللي هي كويسه وكل حاجه وبيشجعوني وبيديني طاقه ايجابيه، وفي كومنتات اللي هو بتديني طاقه سلبيه مش بعرف اكمل. المفروض اللي انا لسه في بدايه حياتي، انا في السوشيال ميديا بقالي 4 سنين، بس حاسه ان في ناس بجد بتكتب كومنتات بتزعلني، انا بحس ان انا مش عارفه اكمل بجد. فانا كنت واقفه بفكر في اللي بيحصل ده. وكمان على السوشيال ميديا انا لما بأدي فكره او بأدي دور بأديه بناء على اللي هو الدور عاوز كده، لكن انا مش شريره والله ولا اي حاجه على فكره. سؤال واحد، وحياة انت عندك ابن؟ ايوه معايا سليم. طب وحياة ابنك سليم، انت عمرك قابلتيني قبل كده؟ عمري في حياتي ما شفتك قبل كده. عشان الناس بس ما يفكرش ان احنا نعرف بعض ولا حاجه. تمام. والله العظيم يا جماعه، والله العظيم اول مره اشوفها في حياتي أنا فعلا. أول مرة أشوفه النهاردة في حياتي الوش ده بجد والله. بصي انا عندي فكره، ده تعالى، ده ما شاء الله اكتر واحد بيضحك في المنصوره، فدي زعلانه دلوقتي، فاحنا عايزين نضحكها. تعالى. عامل